هل ممكن برنامج سوفت وير يبوظ لك جهازك؟ الإجابة بشكل مختصر كده في حالات نادرة جدا، لكن في الحالات العادية يعني وفي الاستخدام العادي ما تقلقش. بس ده ممكن يحصل امتى وازاي؟ تعال نفهمها واحدة واحدة. الفكرة بشكل بسيط ان البرنامج ده ما يقدرش يسيطر او يأثر على قطع الهاردوير بتاعت الجهاز بشكل مباشر، لكن يقدر يعمل حاجات تانية كده زي الفيروسات مثلا او كده بتقدر تعمل زي ضغط على الجهاز بطريقة ما فيدمر قطع الجهاز. اولهم السخونية، برنامج لذيذ كده بسيط تكون نزلته بالخطأ يقوم ضاغط على الجهاز او على معالج الجهاز وبالذات السي بي يو وكارت الشاشة، وفي الاخر يسبب ان هم يسخنوا جامد قوي ويبدأ يسبب مشاكل فيهم. وطبعا بتبدأ تشوف حاجات بتظهر على الشاشة زي خطوط او نقط عمياء على الشاشة، والحاجات دي ده برضو بسبب السخونية الزيادة اللي تمت على كارت الشاشة. بس الخبر الحلو ان انت لو جهازك حديث معظم الاجهزة دي بيبقى فيها امان، ان لما درجة الحرارة بتعلى الجهاز عادة يا بيبطأ من ادائه او بيطفي. تاني حاجة ان الجهاز مش لازم يكون مثلا قطعة اتحرقت او كده بسبب السوفت وير ده، لكن ممكن السوفت وير الخبيث او الفيروس ده يقدر يضرب لك حاجه في الاوبريتنج سيستم بتاعك، فبالتالي ده برضه هيعطلك وبتبقى شبيهه برضه كأن الدنيا وقفت. بس في الغالب هتبقى الهاردوير كله سليم، السوفت وير بس اللي هو الاوبريتنج سيستم هتحتاج تحط نسخه ويندوز جديده بقى او لينكس يعني، او يا سلام بقى لو ماك يبقى حاجه زي الفل. تالت حاجه ودي كانت موجوده في الاجهزه القديمه كتير قوي، ان انت تقدر تتحكم في الكهرباء، وفي اجهزه بتديك التحكم ده ان انت تقدر تتحكم في الفولت اللي داخل الجهاز. دي اخطر حاجه، دي ممكن تحرق الجهاز فعلا، ولكن هي الحاجات دي غالبا مقفوله بواسطه الاوبريتنج سيستم نفسه. النقطه اللي بعد كده ان بيحصل استهلاك على المدى الطويل، يعني في برامج بتقعد تمسح حاجات من على الهارد وتحطها تاني وتمسح حاجات وتحطها تاني، ده بيقلل العمر الافتراضي. بيبقى غرضهم بس ان هم يدمروا الهارد بس بطريقه طويله الاجل شويه، بس في الاخر برضه هتسبب ضرر بس عن طريق العمر الافتراضي، مش انها تحرق القطع او شيء من هذا القبيل. بالظبط زيها زي كانك شغال على عربيه 24 ساعه. طيب امتى بقى تبقى قلقان قوي ان يبقى سوفت وير يقدر يدمر قطع هاردوير؟ لو في حالات معينه قوي زي ان يبقى الكمبيوتر ده في مصانع او محطات كهرباء او تكون اجهزه طبيه، ساعتها الحاجات دي بيبقى ليها اكسس على مش قطع هاردوير لكن على اجهزه تانية. الاجهزه الاخرى دي تقدر انت تدمرها لو حطيت سوفت وير خطا او بقى فيه فيروس او كده، فعلا يقدر يضر مش قطع هاردوير لكن اجهزه بملايين. خلاصة الموضوع ان انت لو معاك لابتوب او الكمبيوتر او انت مستخدم عادي عموما، ساعتها ما تخافش ان تنزل سوفت وير او فيروس او كده يقدر يدمر الهاردوير بتاع الكمبيوتر. اقصى حاجه ان هو هيضايقك شويه ان هو يوقع لك النسخه او يبطئ لك الجهاز، او زي ما قلنا يقلل من العمر الافتراضي بحيث ان هو بيعمل حاجات في الخلفيه تاثر على العمر الافتراضي بتاع الجهاز. طيب اعمل ايه بقى علشان ارتاح من الموضوع ده واطمن ان مفيش حاجه مش مظبوطه او برنامج خبيث زي ما بنقول ينزل على الجهاز بتاعي؟ في شويه نصايح زي بنقول عليها اللي بيقروا المانيوال، اللي هو ايه، نزل انتي فيروس، خد بالك لو انت بتنزل حاجه من مواقع التورنت ابعد عن مواقع التورنت علشان وحشه جدا. مواقع التورنت معظمها بيبقى حاجات مو فيروسه، ولما بينزل على الجهاز عندك مش ضروري تشوف الفيروس ده، لكن لما بيريد الشخص اللي هو عمل الفيروس ده ان هو ياكتيف الفيروس في وقت معين يقدر يعمله، وساعتها فجاه تلاقي جهازك حصل له حاجات غريبه لوحده، ويمكن بعد فتره من استخدامك لبرنامج معين او حاجه من مواقع التورنت. فخليك في الامان واشتري حاجات بمصادرها وادفع فلوسها حتى عشان حرام ده. وطبعا نقطه اخرانيه، ما تلعبش في الاعدادات الغريبه اللي ما بتفهمش فيها دي، لا اتاكد ان اعدادات جهازك اللي انت عاملها كلها مظبوطه. لو مش متمكن في ضبط الاعداد بتاع جهازك دي، الاول اتاكد ان انت مش بتلغي مثلا الفاير وول او بتلعب في الانتي فيروس بتقوم انت عامله ديس اكتيف وانت مش واخد بالك. فخلي بالك من الحاجات دي، يا اما ما تلعبش في الاعدادات. ولحد هنا تكون خلصت حكايه النهارده وجهازنا لسه سليم، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.